تعرض منتخب لبنان لخسارة قاسية أمام المنتخب اليمني بنتيجة 2-0، كانت كفيلة لإطاحته من تأهل إلى نهائيات كأس آسيا السعودية 2027، علما أن المنتخب اللبناني كان يكفي التعادل بهيدي المباراة للتأهل إلى المسابقة. وبالتالي تأهل المنتخب اليمني إلى كأس آسيا، وأوقعته القرعة بالمجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، الإمارات وفيتنام. نتيجة تطرح علامات استفهام كبيرة عن مين بيتحمل مسؤولية الظهور بهيدا الشكل. كتار حيقولوا انه لبنان عم يمرق بظروف صعبة وبحرب، واللاعبين لم يتحضروا بشكل جيد لا ذهنيا ولا نفسيا ولا لياقة بدنية وغيرها. ولكن ايضا المنتخب اليمني كان 12 سنة الدوري متوقف باليمن، وعاد من فترة قصيرة. بالإضافة أنه اللاعبين المحترفين بالمنتخب اللبناني أكثر بكتير من اللاعبين المحترفين بالمنتخب اليمني، وبيلعبوا بدوريات أشهر. ونجم المنتخب اليمني لاعب هو ناصر محمدو، يلي سجل هدفين بمرمى منتخب لبنان وكان نجم المباراة. بيلعب بالدوري الكويتي مع نادي كازما الكويتي، هو أبرز لاعبي المنتخب اليمني. وهناك لاعبين ينشطون بالدوري السعودي والبحريني والعراقي، ولكن على صعيد أوروبا الأسماء محدودة الموجودة على صعيد منتخب اليمني. الجمهور اللبناني كان غاضب جدا على هيدي النتيجة، كان متوقع انه يلعب على افضلية التعادل منتخب لبنان ويتأهل ويفرح الشعب اللبناني. ولكن النتيجة كانت عكس كل التوقعات، ويتحمل المسؤولية بهيدي النتيجة كل القيمين على هيدي اللعبة من اتحاد وجهاز فني ولاعبين الظهور بهيدا الشكل، علما انه الجهاز الفني ما فينا كتير نلومه لسبب انه المدرب الجزائري مجيد بوقرة هيدي اول مباراة لإله. وعلينا الانتظار ما ستؤول اليه وكيف سيظهر منتخب لبنان في التصفيات المقبلة إن كان لكأس العالم أو لكأس آسيا.